قلت لي اسمه ايه؟ اسمه محمد السداد. ده بيشتغل ايه ان شاء الله؟ ده بيشتغل ربيط في محلق قطن بتاع واحد خواجه. واخت مراتك مياله له؟ هتبقى مياله له ازاي؟ ما انت عارف انها متجوزه واحد بيشتغل في السلطه، بس هو شايف نفسه شويه كده وفرحان. اهو هناك اهو. راح فين يا جدع انت؟ هاني؟ ايوه انت وحياة امك. انتي حلوة قوي يا خالتي. ليه؟ وامك مش حلوة؟ هي اللي عدمت نفسها من الفكر، مخها شغال على طول ما بيبطلش. أنا عارفة هي بتستحمل دماغها دي ازاي. يلا عشان عندنا شغل. مش عاجبك كلام ولا ايه؟ انا قلت ما تعطلش عتب البيت ده، يعني ما شوفش خلقتك في الناحيه. مش نفهم بس ايه اللي حصل يا معلم؟ انت بتستقبل حياة امك؟ قلت ما تجيش هنا يعني ما تجيش هنا، عمل لي فيها شاب طرب وجاي تستهبلنا؟ ايه؟ شافنا تراطيرات؟ يا معلم انا جاي هنا زبون. بناقص واحد اخويا، اهل البيت مش عايزين يستنفعوا منك، قدامك 100,000 خماره في البلد، اربع في اي واحده وتدرمغ على كيفك. هنا لا، فهمت ولا لا؟ فاهم يا معلم. اتفضل، ما شوفش خلقتك. اضطر انت هتتحنجل لي، ما شوفش خلقتك هنا تاني حياة امك. اعوذ بالله، ناس يا معلم عرابي تخاف ما تختشيش. مالك يا بنت؟ انت هتفضلي قاعدة كده؟ يلا ورانا شغل. في ايه يا بنت؟ ماليش مزاج نعمل حاجة. حد يختي كسلك على طرف؟ ما تنطقي في ايه؟ ما انت لسانك زي الفرقل. مش عارفة مالي، ماليش نفس لأي حاجة. عاوزة نخرج من البيت ده ونهاج. اللي يسمع كده يقول محبوس. مش حل ما كنتش دايرة على كيفك. ده انت يا اختي حتى ما بتنفعناش بحق كسم اللي بتطفحيه زي القرع تمدي البر. غصب عني. أني هنا بنحس إن بنتخانق. أني عارفة ايه السبب. اكمل اسم النبي حرصه اتأخر عليك المرة دي. صراحة ملوش حق. نصيبه لا يكون جراله حاجة. مات. أنا يا أختي بنقول نصيبه لا يكون جراله. أصلها صراحة حاجة توغوش. ده حتى محمد السداد رخر غطس وما نعرفش راح فين. شوف أني بنتكلم في ايه وانتي دماغك في ايه. الطوفة اللي انتي فيها دي اركنيها على جنب دلوقتي، خلينا متدارين اليومين دول، وبعدها يا اختي بفكري في السداد بتاعك ده زي ما انت عايزه. يا مثبت العقل في الدماغ يا رب، هي مش على ذمة راجل وبتحبه؟ طب عثمان وقلنا ما بتحبوش ولبسته القرون من بدري، ده هربت معاه وطفشت وهي بتحبه. احي، ما هو البعيد عن العين بعيد عن القلب، وهي عادتها ولا هتشتريه، هي كده من صغرها تحب بسرعة وتكره بسرعة. تبقى مرة نافوخها طائق لا مؤاخذة. الله، هي المرة لما تتهنى مع راجل وتكون بتحبه تلبسه قرون ليه وتطفش منه إلا إذا كان دماغها طائق؟ ما الراجل المرة دي عوق وراح وقلع الدولي. الله، وجايز يكون مات، احنا نعرف حاجة؟ وهي ست ولها طلبات، تعمل ايه يعني؟ تموت نفسها؟ وبعدها لك يا ريا، يعني انت موافقة على الخبص ده والمشي البطال؟ مش معنى الكلام اني موافقة، بس اني بنفهمك عشان مش كل يوم والتاني تنطلي بحدوتة سكينة وتصحيني في نصاص الليالي على محدثة عن سكينة. اهي كل حاجة اهي بقت زي الشمس على عينك يا تاجر قدام نواضرك. ولا محدثة على دياوله، الواد ده لو هوب هنا تاني هتبقى نهايته. طب خليه يجي عشان تبقى اخر ايام قصة الشاطر حسن وسكينة العشقة. سداد، محمد يا سداد. سكينة، انت فين؟ خلاص قطعتني؟ مش بايدي. ليه؟ ايه اللي حصل؟ الراجل الفتوة اللي انتم موقفينه على باب البيت عربي؟ مستحلف لي لو قربت من باب بيتكم. ليه يا اخويا انت عملت له حاجة؟ ما دوستلوش على طرف حاجة كده من الباب للطار، فقلت بقى يمكن هو كمان عاشقك وبيغير عليكي او حد زقه عليا.
رايح فين ياما؟ مالك يا بنت داخله كده زي زعبيب امشير؟ هي هنا ولا فوق؟ ستي امك فين يا بت؟ فوق. انا جعانه يا ستي، امي بتقولك وكليني. اوكلك منين؟ إيه؟ مش لما اكل نفسي الاول؟ اجري يا بت، لفي لك لفه بره على ما الاقي لك حاجه تعض فيها. يلا يا بت امشي. انت مش كان معاك رغيف؟ وديته فين؟ عايز منه ايه يا امه؟ ماليش دعوه بالبيت وبعديها ومش هديهولك. طب هات نصه. يعني اسيب لك المطرح ده بدل ما تقولي لي خد يا ابو العيله غموس؟ مش هديهولك ياما، ده انا موفره من طاقه الغدا، مش هديهولك. اخص عليك يا ابو العيله كده تستخسر في امك. ياما ما تعمليش معايا كده، مش هديهولك، انا مش هديهولك. خلاص عنها ما طفحت البت بديعه. طب هات ربعه. جوزك ماله ومالي تاني يا ريا؟ عمل ايه يا سكين؟ بلاش امور اللاوع دي معايا، انت عارفه كويس قوي اللي عمله مع محمد. محمد ده يطلع ايه ده؟ محمد السداد اللي بيجي هنا عشان خاطر سكينه حبيبته. ايه بقى اللي مزعل جوزك وحرقه؟ تاني يا سكينة؟ ما قلنا يا اختي مش عايزين الحاجات دي هنا، مش عايزين مشاكل. أنا حرة، ده أنا حتى جوزي يا أختي عمره ما منع عني حاجة أنا عاوزاها. انتي وجوزك حرين مع بعض، لكن البيت ده له حرمة وليه أصول، وأنا واحدة محترمة نحب نمشي بالأصول. أصول؟ شلا يا أصول، بأمارة إيه يا أختي؟ بأمارة الخمرة ولا الحشيش اللي بتقدموها للزباين؟ لا هو احنا أول الناس ولا آخرها؟ ما الخمرات والغرز مالين الدنيا ولا هي جت على الغلبان؟ كله كوم، وإن جوزك يدوس للراجل بتاعي على طرف ده كوم. مش هيقعد ويعمل لي بواب يدخل اللي هو عايزه وما يدخليش اللي مش على مزاجه. مش حسب الله اللي عمل كده، ده عربي. احنا يا اختي ملناش دعوه، روحي اصطفلي معاه. انا افتكرت الراجل بيرخم عليك وقلت نتصرف معاه. كداب في اصل وشك، انت عارف كويس قوي ان الراجل بيخش وبيخرج زيه زي ايها زبون، وبيدفع الحساب يا حبيبي على داير مليم. ما تبطلي يا وليه امور المسخره اللي انت فيها دي، ومحدش قادر عليك ولا ايه؟ وتقدر عليا ليه الضلعه دي؟ لك عندي ايه؟ عربي بتاعك ده اللي انت كاريه عشان يضربه، اني اللي بندفع اجرته من شقايه. بطلي هالفاطه يا مرة انت. اني اللي بنهلفط يا حسب الله. خلاص دلوقتي طلع لك حس وبقت بتعرف تتكلم زي المعلمين. انا معلم غصب عن عين اللي خلفوكي. اطلعي فوق يا بت انت، وانا ليا صرفه معاكي. الله، ما انت كمان شادد عليها قوي يا حسب الله، ومنعت الراجل بتاعها يخش البيت. ده لا مؤاخذه مش الراجل بتاعها، الراجل بتاعها سافر ولسه ما رجعش. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. ما هو برضه كمان ما حدش عارف ان كان حي ولا ميت، ودي برضك ست من لحم ودم. لحم ودم تلبسنا قرون؟ جرست مريم، ده انا جايلك وانا متاكد انك بتعرفي في الاصول وما يرضيكيش اللي بتعمله صاحبتك ده. وانت عارف كمان ان سكينه زعلها على باب مناخيرها وما بتجيش بالعافيه، واني بقى بصراحه مش عارفه انت ليه حاطط نقرك من نقرها. قالي هحط نقري من نقرها ليه؟ ده مهما كان لا مؤاخذه اخت مراتي ولازم اشيلها على راسي، بس انا بقى كمان براعي اكل عيشي ولازم احاجه على سمعتي. اللي انا شايفاه كده ان انت عمال تكاره فيها من كل ناحيه، ما تريحها وتريح نفسك وتجيب من الاخر. اديك قربت يا ست الكل. شوف الراجل، طب ما تقول يا راجل اللي عندك. شوف يا ست، بيقولوا سلامه في خير وخير في سلامه، واللي بتعمله صاحبتك ده لا مؤاخذه ما يرضيش راجل حر زيي. وايه الحل؟ يا شيل هي يا شيل انا، يا اما تقعد، بس لا مؤاخذه انا اللي ماشي المركب وبكيفي. واخوها مش شريك معاكم؟ ابو العلا شريك؟ ابو العلا وما لا مؤاخذه اجاريه بيشتغل واخدوا اجرته. يعني انت بقى مش شايف غير كده؟ غلطيني يا ست مريم لو انا غلطان. هقول لك ايه، نشور صاحبة الرأي ونرد عليه. وليه بس نخبطوا فيهم ويخبطوا فينا؟ الطيب احسن. قصدك ايه؟ قصدي يعني نكسبهم في صفنا، مين عارف، مش يمكن في يوم من الايام نبقوا نسايب. ليه؟ انت خايف منهم؟ لا انا ما نخافش غير من اللي خلقني، انا خايف عليك انت عايشه معاهم لوحدك مالكيش ظهر. خلاص تبقى انت ظهري. بصفه ايه؟ بصفة الراجل بتاعي،
هو انت مش بتحبني واني بنحبك؟ ايوه. خلاص يبقى تحط ايدك في ايدي ونقف لهم. انت كده بقى ناوية على عركة. ليه؟ انت مش قدها؟ دول معاهم فتوة الحي، يعني اللي هيقف قصاده يا قاتل يا مقتول. ما انت لو صحيح بتحبني ما يهمكش منهم، وتجيب كرش اللي يقف قصادك او هو يجيب كرشك. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا مجنونة؟ أنا مجنونة يا راجل يا جبان؟ ده انت حتى ما قلتهاش بالكلام نعمل ونخلي ونسوي، ده انت الكلام بيخوفك ويخليك تترعش. بقى كل ده يعني عشان خايف عليكي؟ انت بتخاف على نفسك، ده انا كنت مخمومة فيك واديني كشفتك من يوم ورايح، انت من طريق واني من طريق. تعالي بس يا سكينة. اوعى تلمسني، انا اعملك حلاوة الموسم ونفرج عليك اللي يسوى واللي ما يسواش. يلا يا اخويا وريني عرض قفاك. قلبي يحبني قال جاتك داهية في جبنك. وقال لك بقى سي حسب الله انه عايز يفضها يعني؟ عنده حق يا سكين، شيل ده من ده يرتاح ده عنده. خلاص يديني حق على داير مليم. ليه يا بت، هو انت مش قادره تشيلي؟ اشيل منين يا اختي؟ هو كان مخليلي، ده كان شفطني اول باول. هو انت ما كنتيش بتاخدي منه فلوس؟ يا حسره، قال اللي يفرقوا العويل يسفوا، دول يا دوب على قد الخمره. داني مش قادر نشتري حته دهب نعلقها في ايدي ولا في رقبتي زي النسوان. خلاص اطمني يا بت، اني هنقعد معاه ونحاسبه بنفسي، بس بلاش انت تحضري. ليه بقى؟ عشان نعرف نجيب لك حقك من غير مشاكل وخناق. اللي تشوفيه، بس هو ده اللي كان عايزه من زمان. حسب الله كان في جره وطلع لبره. اول ما دخل حياتي انا واختي كان عامل زي القطه المغمضه، دخل بالمسكنه وادب القرود وفضل يتدحلب لحد ما اتمكن. واول ما جري في ايده القرش طلع نابه الازرق اللي كان مخبيه. يعني امشي تاني هتصوم، احنا في رمضان يا هلا. قلت لك عبد العال ماليش نفس لاي حاجه. طب ايه رايك ان احنا نعزمك؟ انا نعرف مطعم قريب هنا بيعمل طبيخ زي الشهد، هتلحق صبعك وراه. مانيش قادر يا جدع، مانيش قادر على اي حاجه. في يا محمد مالك؟ ايه اللي جرالك؟ ايه اللي حصل؟ الحب يا عبد العال. ايوه على الحب. يخرب بيت المهلبيه بالزبيب. بقى اللي عامل فيك كده سداد هو الحب. بس انا نعرف انك راجل مجدع وبتحب النسوان، والمره اللي بتحب توقعها بتوقعها. الا دي يا عبد العال، الا دي. انا كنت فاكر نفسي زي ما انت بتقول كده لحد ما لقيت نفسي متعلق في حبال دايبه. تبقى هي المهلبيه بالزبيب. تستاهل. سكينه يا عبد العال، سكينه. سكينه يا عبد العال، سكينه دي نعرفها. ايوه يا جدع، مش فاكر البت اللي انا قلت لك شفتها بترقص في قهوه وبعد كده فتحت بيت هي وجماعه قرايبها؟ ايوه قلت لي انها بنت جدع بتحبك، وانا قلت لك انها مش من وقمك. لقيتها مره واحده كده قلبت عليا وقالت لي مش عايزه نشوف وشك تاني. كده اهو من باب الطاق من غير لا يحمر دستورك. لا، هي كانت عايزاني يعني نقف معاها قصاد جوز اختها والفتوه بتاعهم. كده يا سيدي يا سيدي. عايزاك تبقى راجلها. بس انا ما بنحبش الخناق والبهدله، ودول ناس وشهم مكشوف وشضليه ومحدش يقدر عليهم. طب وانت ما فهمتهاش ده ليه كده انت وهي كده في الروقان؟ هي حكمت رايها كده من غير ما تشور. انت ما عرفتش تقيسها يا علي يا ابني. النسوان دي مخها قد كده، قد زبده الحمام، وبالكلام الحلو على والكلام الحلو تخليها زي العجينه في ايديك. واسالني انا نقول لك النوع ده ما يجيش غير بالسك على النافوخ او بالحيل. لا يا عبد العال، مش دي. سكينه دي شعله نار والعه، فرسه حرنانه زعلها على باب مناخيرها. يعني بتنشن. انت مالك ومالك؟ حب على قدك، حب من توبك من وقمك. غصب عني يا عبد العال، القلب وما يريد. الحب غلاب، بنحبها يا محمد عبد العال، بنحبها يا محمد عبد العال، بنحبها. طب وبعدين هتقعد بقى كده مهموم ومغموم بشايل عبد القادر؟ مانيش عارف نعمل ايه. ما رحتلهاش ليه وصالحتها؟ ده الدوي على الودان امر من السحر يا كروديا. رحت لصاحبة القهوة اللي هي صاحبتها عشان تكلمها لي يعني. قالت لي انها خلاص سكت من ناحيتي، ولو شافت وش تاني هتقطع رقبتي بالسكينة. ده نار مدوحس، ده بانها وليه عيانة بدماغها. عارفة يا محمد،
انا الوليه دي لو عالة يعني انا كنت رحت لها وكلمتها ورجعت الزبيب للمهلبيه. تقدر يا عبد العال؟ بس مش مع النوع ده. النوع ده من غير وش ما يستاهلش الزبيب. وبعدين يا عم انا خاف على نفسي، تقف تدب السكينه في بطني ولا تخبطني بخشب تسيح دمي. عشان خاطر صاحبك يا عبد العال، عشان خاطري، جميلك ده انا هنشيله فوق راسي من فوق. طب يا محمد انا مش مستغني عن عمري. وهي هتعمل لك حاجه انت ليه بس؟ انت فاعل خير. نلف لك سيجاره؟ امال نخلصوا اكل. ولك كمان عندي سكرايه على حسابي. طب والغدا اللي بناكله ده؟ عندني. يا ساكنه فين يا قلب؟ انا هنقول لك على العنوان. انت تعرف الجدع اللي دخل ده؟ ولا عمري شفته. انت اخينا اللي طالع. في حاجه؟ استنى عندك. طالع فين؟ حلوه دي طالع فيها. ما هي مش وكاله من غير بواب. هو ده مش بيت حسب الله وسكينه؟ اشمعنى؟ ده هتخش لي قافيه. تطلع مين بسلامتك؟ انا المعلم عرابي الصامعي في توة الناحيه دي كلها. انا مؤكد يا سيدي المعلمين، عدم المؤاخذه اللي بعرفك يجالك. ما تيجي نطلعوا كده ناخدوا كاسين مع بعضينا؟ طشكة اتفضل. دي مش عزومه مراكبيه، دي عزومه مجدعه. كتاب بيتقري من عنوانه. اسم الاخ ايه؟ محسوبك عبعال صاحب كوبايه، وليا صاحب مجدع كده ما يتخيرش عنك ابدا. وصف لي المطرح هنا وقال لي ان القعده فيه تستكيف تهدي المزاج. ما كدبش عليك، اطلع وانت شوف. طب بالاذن يا معلمه. اذنك معاك يا مجدع. ايوه كتامه كانت مشاركاهم في الشغل. صلاة النبي احسن. وبعدين ايه اللي حصل؟ كل واحد راح لحاله. وما تعرفيش حالها ده راح فين؟ ما نعرفش، يمكن اختها ريا هي اللي تعرف. تفتكري ريا هتقول لي؟ الله. هو ايه ده؟ هو انت عايزها ليه؟ استنى شويه مالك كده. اموت في المهلبيه بالزبيب. ما احناش فاتحينها دكانة حلواني يا روح امك. انت بتدور على ايه هنا؟ ده بيسأل على الست سكينه. عايز ايه من سكينة يا حاضر؟ لازم حضرتك اختها الست ريا. هو اني ايه بقى العبارة؟ معايا امانه لاختك من جوزها. ايوه هو لسه عايش؟ امر الله. هاتها موصله بقى. ده اصل هو موصيني يسلموها لها من ايدي لايدها. فلوس؟ يبقى هي تقول لك. وهو راجع امتى؟ علم علمك. لو انت ما كنتش بتشتغل معاه؟ اني خلصت وجيت. بس انت مش هتعرف تشوف. ليه؟ على المؤاخذة ما بتتكشفش على رجالة. لو انت الصادق ما بتطقش تشوف خلقتهم. اصل دي عدم المؤاخذة امانة من جوزها ولازم نسلموها لها. ما بنقول لك هاتها نوصلها له. خوريا. روحي هاتلنا ازازة زبيب وهاتلنا اكل. عايز تاكل ايه؟ هات يا بنت الفلوس دي. روحي هات لنا حجرين وحطيته لها. حاضر. ايه خدت الفلوس منها ليه بس؟ عدم المؤاخذة مع شيطان وواقع من الجوع. ما احنا هنأكلوك ونشربوك ونهننوك ونودوك لحد الغندورة اللي انت عاوزها. بتقول ايه يا روح امك؟ بقى انت بقى يا اخويا جايلي من طرف عرة الرجالة محمد السداد؟
طب اقول لك ايه، اما تشوفه بقى يا حبيبي يبقى اقول له سكينه بعتلك دي. الله 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 الله، اهدي اهدي، دي صحيح حلوه وعافيه، انما عدم المؤاخذه مش كل الطير اللي اتاكل لحمه. انا راجل جدع وما احبش حرمه تمد ايدها عليا ولا هتمد. انت عايز ايه؟ اهو كده نتفاهموا. ما تشوف لنا حد نبعتوه يجيب لنا ازازه كده عشان نعرفوا نتكلموا. تعجبني يا ولد، انت باين عليك اجدع من صاحبك. وانت طلعت احلى من كل اللي قالوا عليكي. قالوا انا جاي واسطة خير عشان ترجعوا. انت ما ترجعلوش، ده ما يستاهلكيش. انت محتاجه راجل متع يقف جنبك ويحميكي، انما عدم المؤاخذه السداد خرع خرنج كبانش. ده انا سايبه بالعاد زي النساوين. انت كنت ماشيه معاه ازاي؟ اكيد كل مره بتبقي شاربه وما انتش دريانه بروحك. يخرب بيتك، انت طلعت لي منين يا ولد؟ هموت في المهلبيه بالزبيب.